حضرت لكم اليوم الكبة المقلية بطريقة أمي الطريقة الحلبية. بهذا الفيديو رح نشوف طريقة الكبة ورح نشوف كيف فينا نفرزها لشهر رمضان، أو إذا كان عندك عزيمة فيك تجهزيها تحضير مسبق. استخدمت أنا هون البرغل الناعم، تقريبا الكمية عندي نص كيلو. طبعا فيكن تخلطوا البرغل الفاتح مع البرغل الغامق، ولكن أنا استخدمت البرغل الفاتح. هلأ هون بدي أنقعه بمي مش سخنة ولا باردة، يعني يدوب إنها دافية. بدي أنقعه تقريبا مدة نص ساعة حتى تفتح عندي الحبة. بضيف المي بالتدريج، يعني ما في معيار معين، لحتى تتغلف عندي كل البرغل الكمية عندي بالمي بهاي الطريقة. وهون بعد ما مرت عندي تقريبا نص ساعة، شوفوا كيف عندي الكمية ضاعفت والحبة فتحت. أنا هون بدي أبلش أضيف شوية بهارات. ضفت رشة من الفلفل الأسود، طبعا ما بكتر، ما بدي كتير كمية البهارات تكون طعمتها واضحة. وعندي هون فليفلة ناعمة خشنة، ونص معلقة صغيرة من الكمون، وعندي هون نص معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة. وهلأ بدي أملح، الملح حسب الرغبة. وراح أضيف كمان بصلة، بدي أقطعها هيك بشكل عشوائي لأني هلأ بدي أفرمن على الماكينة. هلا رح أضيف قشر الليمون. قشر الليمون بيعطينا نكهة كتير طيبة لخلطة البرغل، وإذا كان في زنخة للحمة بتروح طعمة الزنخة. هلا هيك رح أخلط البهارات كلها، ورح أبلش إني أطحنها على الماكينة. هلا رح أضيف 250 جرام من اللحمة، لحمة العجل بدون دهون. طبعا كمية البرغل نصها بدك تستخدمي كمية لحمة. هلا بلشت إني أطحنهم على الماكينة. طبعا بطحنها دورين أنا، وإذا حسيت البرغل عندي نشف من المي برجع بأني ضف له مي. بهاي الطريقة بطحن كل الكمية وبعيد عليها مرتين. هلا رح أبلش أحضر لحشوة الكبة. بمقلاية رح أحط فيها زيت نباتي، ورح أضيف عليها بصلتين مفرومة ناعمة. هلأ بلشت أضيف البصل. طبعا كمية البصل انتو فيكن هاي رغبة شخصية، أنا هون اكتفيت ببصلتين، فيكن تقللوا فيكن تكتروا، الكبة بتحب البصل. بستنى عليه حتى يتدبل عندي، وبدي أبلش أضيف اللحمة المفرومة. هلا رح أبلش أضيف اللحمة المفرومة. طبعا اللحمة المفرومة لازم أضيف لها شوية لية، بتعطينا طعم كتير طيبة لحشوة اللحمة. هلا بعد ما أخدت عندي لون اللحمة بدي أبلش أملحها وأبهرها. رح أضيف معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من فلفل الأسود. هاي هي البهارات اللي بضيفها لحشوة اللحمة. هلا رح أقلبهم مع بعض، وتقريبا اتركهم 5 دقايق على النار، وبعدها بطفي عليهم وبتركهم يبردوا حتى أبلش بكبكبة الكبة وأحشيهم. وهلا بعد ما طحنا العجينة، شوفوا كيف قوامها عندي. بدي أبلش أضيف لها مي بالتدريج، وأبلش إني أعجنها مثل ما بعجن العجينة حتى يصير عندي قوامها ناعم. بهاي الطريقة تقريبا أخذت معي عجن مدة 5 دقايق. طبعا كل ما حسيت البرغل عندي عم بنشف برشله مي بالتدريج بهاي الطريقة. هلا رح نشوف كيف فينا نكبكب الكبة. أول اشي بناخد قطعة حسب حجم القطعة اللي نحنا بدنا إياها. أنا هذا الحجم اللي بدي إياه. ببل إيدي مي، وببلش إني أعمل حفرة بالوسط بهاي الطريقة. طبعا إيدي وإصبعي لازم دائما يكونوا عليهن سوائل حتى يكون الشغل سهل علي. بهاي الطريقة هلا ببلش إني أحشيها.
طبعا الحشوة كمية تقديرية حسب ما بتحبي. هلا رح أبلش إني أسكرها، برجع بحط مي، وبهاي الطريقة طريقتها كتير سهلة. وبشكلها بهاي الطريقة، وهيك صارت عندي جاهزة. هلا بعد ما جهزت عندي كل الكمية بحطها بطبق وبحطها بالفريزر مثل ما هي حتى تبرد عندي وتجمد، بفضيها بأكياس. هلا رح نبلش بمرحلة قلي الكبة. بحمي الزيت على نار عالية طبعا، وببلش إني أنزل كمية الكبة بالتدريج. طبعا ما بحركها بالبداية حتى تبلش عندي تاخد الفقاعات بهاي الطريقة. وبس تبلش عندي تاخد لون بحطها على محارم المطبخ حتى تصفي عندي من الزيت. وهاي أكلة الكبة صارت عنا جاهزة. شوفوا ما شاء الله كيف مقرمشة وكيف بتشهي. بتمنى يكونكم استمتعتوا بالفيديو، بتمنى يكونوا عجبكم. خبروني بالكومنتات إذا بتحضروها بهاي الطريقة، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي ليصلكم كل جديد.